الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في منوعات هالة الجلدي. اتمنى يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده. النهارده وصفتنا رائعه جدا لاي تسبغات موجوده في الجسم، لاي مكان ما فيه اسمرار، بطريقه رائعه جدا، وهي عباره عن الشاي الاخضر والحنه البيضاء. اهي الحنه البيضاء اهو زي ما انتم شايفين. كمان هيبقى فيه مكون حلو جدا 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 موجود عندنا احنا بنرميه دلوقتي. هنجيب اهي طبق، هنعمل طبعا انت هتعملي الكميه حسب جسمك وحسب الاماكن اللي مسمره فيها، ماشي؟ وطبعا انا هقول لك اخر الفيديو ازاي تستعمليه. اهي شاي اخضر، هنحط حنه بيضه اهي، بصوا اهي. طبعا انت هتحطي كميه زي ما انا قلت لك حسب جسمك اهي. هتحطي كمان حاجه حلوه جدا انا كنت عاملاها معاكم قبل كده، اللي هي زبده المانجو. طبعا دي عباره عن النوى بتاعت المانجو، وانا طبعا كنت بشراها وسايباها، قعدت معايا حوالي سنه. هي بتتغير لونها زي ما انتم شايفينها للغمقان، بس بصراحه رائعه جدا جدا جدا. بصوا اهي انا خدت حوالي معلقتين. طبعا انا بقول هتضيفوا الكميه حسب ما انتوا هتستعملوا. اهي بصوا اهي رائعه جدا جدا. هتحطي كمان حاجه حلوه جدا، الزبادي عشان كمان ترطيب الجسم. بصوا اهي هتفضلي بقى تقلبيها اهو. بصوا اهي، بصي بقت عامله ازاي، جميله جدا اهو. ده كمان هتعتبر كأنها مقشر حلو جدا للجسم. هتروحي عامله اي مكان غامق عندك، اولا هتاخدي الشاور كويس جدا، وعند المكان الغامق هتروحي حاطه جزء زي كده، وتروحي بصي بحركه دائريه مش بعنف، بطريقه كده بسيطه حوالي 5 دقايق، وبعد كده تسيبيها شويه. اول ما تبتدي تحسي انها نشفت، تروحي برضو عامله حركه دائريه تاني لمده 5 دقايق، وبعد كده هتغسلي جسمك زي ما انت متعوده. واهم حاجه انك لازم تنشفي جسمك كويس جدا، لان لما تنشفيه هتبتدي ان كل الغمقان هيتشال، لان سبب الغمقان في بعض اماكن الجسم هي ان الميه بتفضل عليه. بعد كده هترطبيه كويس جدا. عندك بقى كريم للجسم، وبعد كده هتروحي سايباه على جسمك، هتلاقيه بجد بجد حلو جدا. الوصفة دي هتستعمليها مرة في مرة، هتلاقي تفتيح حلو جدا. كل الاماكن الغامقه اللي في جسمك او ايديكي او رجليكي هتختفي تماما. اتمنى يا رب ان الوصفه النهارده تكون نال اعجابكم. لو نالت اعجابكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايكات كتيره حلوه زيكم، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وانتم في منتهى الصحه والسعاده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.